السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايب ست بسيطة وبنوتة؟ يا رب تكونوا بألف صحة بألف سلام. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة. النهاردة ان شاء الله جايه لكم بحتة وصفة، انما ايه حاجة حلوة كده من الاخر، عالمية فاخرة. هنعمل ايه؟ هنعمل مع بعض، عارفين الرول اللي بالقرفة اللي بالسكر اللي لذيذ كده وهش وطري وقطني، تبقى كده يامي يامي يامي. انا هعمله في الفيديو بخطوات سهله وبسيطه، يطلعهولك احلى واجمل من بره بمراحل. قبل ما نشوف هنعمل ايه، صلي على النبي، متنسيش تحط اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. هتجيبي اي طبق كده عندك اللي هتبداي تشتغلي فيه وتعجني فيه، وتجيبي دقيق متعدد الاستخدامات زي ما انتم شايفين كده، وتبداي تحطي قيمه نص كيلو من الدقيق، يعني في حوالي 3 كوبايات من الدقيق، وابدا انخلهم كويس جدا. شرط الدقيق يكون منخول زي ما انتم شايفين، وابدا ان انا اكمل بقيه الكوبايتين التانيين وانخلهم. بعد ما نخلت الدقيق احط باكت من الخميره، ولازم الخميره تضمني ان هي تكون عندك شغاله وكويسه باختبار التخمر، واحنا قلنا قبل كده مش شرط اقوله تاني، بس انا عشان ضمن الخميره دي نوعها حلو وجميل، فانا قمت حطيتها على طول من غير ما اعمل لها اي اختبار ولا حاجه. يبقى وبعد كده حطيت قيمة غطا كده او معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة كده محترمة، او معلقتين من السكر. وبعد كده حطيت رشة من الملح، حطيت كمان معلقة من النشا. ده كله بيساعد على الهشاشة والطراوة بتاعة العجينة بتاعتي. حطيت برضو معلقة صغيرة كده من البيكنج صودا، او تحطي معلقة صغيرة من بيكنج باودر اللي متاح عندك. كمان حطيت رشة او معلقة كده صغيرة من الكريمة. ليه؟ علشان بس اللي هي الكريمة اللي هي البودرة. ليه؟ علشان تديني طعم لذيذ وخطير. بعد كده حطيت معلقه كبيره من الخل زي ما انتم شايفين كده. يبقى احنا عجينتنا عباره عن ايه؟ دقيق، خميره، سكر، ورشة ملح ونشا وخل وبيكنج صودا او بيكنج باودر. وبعد كده هنزل بنص كوباية من المية الدافية، وابدأ اعجن كويس جدا لغاية ما تتلم معايا وتبقى الطبق كده نضيف زي ما انتم شايفين. هبدأ اسيبها في مكان دافي تخمر، قولوا حوالي ساعة. حلو قوي ساعة او ساعة الا ربع، لغاية ما تخمر وتعلى كده وتبقى في منتهى الجمال والروعة. وبعد كده نبدأ نشوف هنعمل ونشكل فيها ازاي. بعد ما خمرت وتضاعفت كده، جبت الرخامة وعملت عليها رشة من الدقيق زي ما انتم شايفين، وابدأ اني انا اطلع كل العجينة اللي في الطبق في الرخامة. ليه؟ علشان بس اقدر اتحكم فيها واقدر ان انا اشكل. تبدأي تشكليها، وعلى قد ما تقدري تكون مستطيلة. ليه؟ علشان ده مهم لما نيجي نعمل الرول. السمك ده اللي انا عايزاه سمك يكون متوسط، ما يكونش رفيع ما يكونش تخين. ليه؟ علشان لما تيجي تخمر تاخد راحتها في التخمير. نيجي بقى نعمل الحشوة، عبارة عن معلقة كبيرة من الكاكاو. بعد كده هتحطي معلقة من القرفة، يبقى معلقة كبيرة من الكاكاو، معلقة كبيرة من القرفة. هتحطي كمان سكر مع برضو معلقة كبيرة من السكر، كلها معالق كبيرة. وبعد كده هتحطي هتقومي مقلبه بقى ده كله مع بعضه كده كويس جدا. وعايزه تحطي بقى نص معلقه من النشا، عايزه مش عايزه ده اختيار. يبقى كاكاو ونشا وسكر وكمان القرفه. خلي بالكم القرفه والسكر مع بعض خطير 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 خطير. انا زودت كمان قرفه لاني بص هي في منتهى الجمال والروعه. هتزودي قرفه، هتزودي كمان كاكاو. الكاكاو يديك اللون الحلو الجميل. بعد كده بقى عملت كل الهيصه والزنبليطه دي، نيجي نشوف بقى هنعمل ايه في العجينه. العجينه بقى بتاعتك هتقومي عاملاها فيها ايه؟ تصلي على النبي كده وتجيبي سمنه او زبده، يفضل يكون زبده بس ما عنديش زبده فهستخدم سمنه. وتحطي قيمه معلقه او معلقتين كبار من الزبده او السمنه بدرجه حراره الغرفه، وتبداي ان انت تفرديها كويس جدا 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 على كل حته في العجينه زي ما انتم شايفين. انتوا لو تشوفوا بس الرغاية، بس انا عايزه اوصل لكم
كل معلومة وتفصيلة مهمة جدا عشان تيجي معاكي في النجاح العجين او الوصفة. وبعد كده تقومي حاطه بقى ال الخلطة اللي احنا عملناها وفردها كويس جدا، وتقومي بقى فردة عاملة الرول بتاعك. والرول بتاعك انا بصراحة خليته، بحاول ان انا اخليه رفيع علشان اولا نجيب لي اكبر عدد من من الفتحات او من القطع. تاني حاجة علشان لما يخمر يبقى وضعه كده حلو ومالي مركزه. قفلت كويس جدا الاطراف، وتاخدي بالك علشان ما تخرجلكيش الحشوة دي حلوة واحنا عايزينها. ثم بعد كده بقى بتقومي محددة علامات اللي انت هتبدأي تقصي او تقطعي فيها الرول بتاعك، وتقومي عاملة بخيط الاسنان. عملت بخيط الاسنان لاني خيط الاسنان مش هياخد معاكي وقت، سهل وسريع، وكمان الاطراف لما بيجي يقطعها بيقطعها كده بالتساوي، فبتبقى حلوة قوي وجميلة جدا. زي ما انتم شايفين كده بتحطي طرف الخيط او الخيط الاسنان ده من تحت كده، وتقطعي من فوق على طول، يعني تعملها زي مقص كده وتقطعي من تحت وتقطعي من تحت وتقطعي في صينيه مدهونه زيت كويس جدا. تبداي ان انت ترصي القطع اللي معاكي وتديها تبطيطه خفيفه، وتسيبي مسافه، والمسافه مهمه جدا. ليه؟ علشان لما تيجي تخمر معاكي ما يلزقوش في بعض. عايزه في صاجه اللي يريحك، انا عملتها في صينيه فعادي ما فيش مشكله. اعمل بقى كل الكميه بتاعتي، وبعد كده نبقى نشوف هنعمل ايه. اخيرا وليس اخيرا، بعد ما قطعتها وحطيتها في الصينيه او في الصاجه المدهونه زيت كويس جدا، سبتها تخمر قيمه نص ساعه، وبسم الله ما شاء الله اتدورت وانتفخت وبقت زي العسل. كمان انا عامله 3 وحدات كمان في صاجه تانية عشان رمت معايا كتير ما شاء الله. زي ما انتم شايفين ب3 كوبايات دقيق بس وشويه خطوات بسيطه عملت لنا احلى واجمل هنقول ايه قرص سويس رول، اي حاجه زي ما انتم شايفين كده في منتهى الجمال والروعه. نعمل ايه بقى؟ هكون مولعه الفرن مده 10 دقايق على درجه حراره 180 او اللي هي درجه حراره متوسطه، وابدا ادخلها كده بعد مثلا قولي 12 دقيقه ولا حاجه، ابدا اشوفها واديها وش من فوق، وتخرج بقى في منتهى السلام والجمال والحلاوه. اديتها بس من فوق كده رشه مش رشه، دهنه من الزبده او من السمنه او من الزيت زي ما انتوا ما حابين. وتعالوا بقى نشوف شكلها بقت عامله ازاي. شوف اجمل واحلى واخطر وصفه عملتها بصراحه، كانت طريه وهشه في منتهى الجمال والروعه. عايزه اقول لكم طعمها وهشاشتها خطيره 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 خطيره. بصوا اللون من فوق، وكمان واخده كده برضو لون من تحت كده جميل. عايزه اقول لكم كانت انا بعمل لكم بالسكينه عشان انا بقول لكم ان هي مقرمشه وكده، يعني حاجه في منتهى الجمال والروعه. لازم 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 تجربوه كله، يعني بسم الله ما شاء الله حلوين ازاي. هي بتفكرني بالسلحفه طبعا. ده ايه؟ ده قشطه انا اللي عاملاها في البيت. عايزه تغمسيها في قشطه، تغمسيها في شوكولاته، اللي انتي عايزاه. بصي الوصفه دي مش هتقولك لا على اي حاجه انتي هتعمليها فيها. كليها كده بألف هنا والشفا. ما تنسيش باللايك والاشتراك، تفعيل زر الجرس. ما تنسيش تقولي لكل حبايبك وقرايبك عن مطبخ ست بسيطه وبنوتتها. ويلا بينا كده نشوف اللفات ازاي. بصوا يعني ما شاء الله مورقه ازاي، هشه جدا جدا فوق ما تتصوروا. خطيره خطيره خطيره، يعني بجد لازم تجربوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.